عمرك وقفت يوم وسألت نفسك ازاي بعض الناس عندهم حماس وطاقة طول الوقت، بيصحوا كل يوم عندهم دافع واضح وبيشتغلوا على أهدافهم بكل حب؟ السر مش إنهم محظوظين أكتر منك، السر في حاجة واحدة بس، الشغف. تخيل نفسك زي واحد بيدور على كنز وكل يوم بيكتشف خطوة جديدة تقربه منه، بس الكنز هنا هو الشغف اللي بيخليك مش بس تقوم من على السرير، لكن تقوم وانت متحمس وعاوز تحقق حاجة. في الفيديو ده هنتكلم ازاي تبني شغفك. اتكلمنا في الفيديو اللي فات ايه اللي بيقتل شغفك، وتعرفنا على الاسباب اللي بتقتل الشغف وبتخليك شخص كسول ما بتقومش على السرير تقول هعمل حاجه وهعملها بكره، وتعرفنا على اسباب كتير. في الفيديو النهارده بقى هنتكلم على ازاي تبني شغفك. يلا بينا نبدا. الشغف حاجة كلنا بندور عليها، وكلنا بنبقى نفسنا نعيش حياتنا ونعمل الحاجة اللي بنحبها ونستمتع بيها. كتير مننا بيشوف الشغف كأنه المفتاح لحياة سعيدة ومليانة بالإنجازات، بس الحقيقة هي إن الشغف مش دايما بيكون موجود من البداية، وأوقات لازم نكون بنبنيه خطوة بخطوة. تعالوا نتكلم إزاي نبني شغفنا في حياتنا. أول خطوة لبناء شغفك هي إنك تجرب حاجات جديدة. مفيش حد بيتولد وهو عارف الشغف بتاعه من الأول، عشان كده مهم جدا إنك تكون منفتح على تجارب جديدة. جرب تلعب رياضة جديدة، تدخل كورس في مجال مختلف، او حتى تسافر لمكان جديد. التجارب دي ممكن تفتح لك ابواب ما كنتش تتخيل انها موجوده. ساعات الشغف بيجي من حاجه جربتها صدفه وحسيت انها بتشدك وبتحفزك. 2. اكتشف ايه اللي بيحفزك. بعد ما تجرب حاجات كتير ابدا لاحظ ايه اللي بيحمسك بجد. اسال نفسك الاسئله دي: ايه الحاجات اللي بتخليك تنسى الوقت وانت بتعملها؟ ايه اللي بتحب تتعلمه من غير ما تحس بملل؟ ايه النشاط اللي لو عملته يوميا هتحس بسعاده وراحه نفسيه؟ الاجابه على الاسئله دي ممكن تساعدك تكتشف الشغف اللي جواك. 3. حدد اهداف صغيره وواضحه. واحده من اكتر الحاجات اللي بتقتل الشغف هي انك تبقى مش عارف تبدا منين، او حاسس ان الهدف كبير وصعب. الحل هنا هو انك تبدا تحدد اهداف صغيره وواضحه تقدر تبدا تحققها. الاهداف دي هتبني لك الثقه في نفسك وهتخليك تحس انك بتتحرك في الاتجاه الصح. كل ما تحقق هدف صغير هتلاقي الشغف بيزيد وحماسك بيكبر. 4. استمراريه التعلم والتطوير. الشغف مش بس حاجه بتحس بيها، ده كمان حاجه بتبنيها وتطورها على مدار الوقت. بعد ما تكتشف المجال اللي بيحمسك لازم تفضل تتعلم وتطور نفسك فيه. اقرا كتب، احضر كورسات، وتتعلم من الناس اللي سبقوك في المجال ده. كل ما تعرف اكتر هتحس انك بتقرب اكتر من الشغف بتاعك، وهتلاقي نفسك متحمس اكتر كل يوم. لو انت لحد دلوقتي مش عامل اشتراك، انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وشكرا. 5. التعامل مع التحديات. مفيش طريق سهل للوصول للشغف، لازم تكون عارف ان هيكون في تحديات وعقبات في الطريق. ساعات الشغف بيتحطم بسبب الفشل او العقبات اللي بنقابلها، بس لازم تكون مستعد تتعامل معاها. بدل ما تبص على التحديات كانها حاجه سلبيه، شوفها كفرصه تتعلم منها وتنمو. كل مره تواجه تحدي وتنجح في التغلب عليه هتحس بشغفك بيكبر. 6. خلي تجمعاتك دايما مع ناس ايجابيه. البيئه اللي حواليك لها تاثير كبير على شغفك. لو انت دايما محاط بناس سلبيه او ناس مش مهتمه بنفس الحاجات اللي انت مهتم بيها، ممكن ده يخليك تفقد الحماس بسرعه. عشان كده حاول تحيط نفسك بناس ايجابيه، ناس عندها شغف بتحقق اهداف ويشجعوك دايما على التطور. العلاقات دي هتديك الدافع المطلوب عشان تكمل في طريقك وتفضل متحمس. 7. حافظ على التوازن. مهم جدا انك تحافظ على التوازن في حياتك. ساعات كتير بنلاقي نفسنا غرقانين في الشغل او الحاجه اللي بنحبها لدرجه بننسى باقي جوانب حياتك. الشغف مهم، بس الصحه النفسيه والجسديه والعلاقات الاجتماعيه كمان مهم. حاول دايما يكون عندك وقت لنفسك، لعيلتك ولحياتك الاجتماعيه. التوازن ده هيحافظ على شغفك وما يخليكش تحس بالضغط والارهاق. فكر في الفايده اللي بتقدمها. واحده من الحاجات اللي بتغذي الشغف هي انك تحس ان اللي بتعمله له قيمه وفايده للناس. حاول دايما تفكر ان الشغف بتاعك ممكن ياثر على الاخرين، سواء ان كنت بتعمل حاجه ابداعيه او رياضيه او علميه او اي مجال. افتكر انك ممكن تكون سبب في تحسين حياه حد، او انك تقدم حاجه مفيده للمجتمع. الفكره دي هتديك دافع كبير انك تستمر وتبني شغفك. 9. تجنب المقارنه. المقارنه واحده من اكبر الحاجات اللي بتقتل الشغف. طول ما انت بتقارن نفسك بحد ثاني هتلاقي نفسك مش مبسوط او دايما شايف انك مش كويس كفايه. الشغف مش سباق بينك وبين اي حد ثاني، هو رحله شخصيه بيك. ركز على طريقك الخاص وحاول تطور نفسك بناء على الاهداف اللي انت حاططها، مش بناء على انجازات حد ثاني. 10. ثق في عمليه النمو. اخيرا، بناء الشغف مش حاجه بتحصل بين يوم وليله، هي عمليه مستمره ممكن تاخد وقت طويل، واوقات ممكن تحس انك تايه او مش عارف بتتحرك فين، بس المهم انك تثق في عمليه النمو والتطوير. كل خطوه صغيره بتاخدها بتقربك اكتر من الشغف بتاعك، وكل تجربه جديده بتفتح لك افق جديده. في النهايه، بناء الشغف هو رحله شخصيه وفريده لكل واحد فينا. مفيش وصفه سحريه او طريق سريع، لكن من خلال التجارب والتطور والاصرار هتقدر تكتشف شغفك وتبينه. خلي عندك دايما الاستعداد لتجربه الجديد، وحافظ على الايجابيه والتوازن في حياتك. الشغف هو المفتاح لنجاحك وسعادتك، ودايما تذكر ان الرحله دي هي اللي بتدي للحياه معناها وقيمتها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.